الله. الله أكبر على الجمال. شوفوا يعني صلاة التراويح في منتهى الروعة والجمال في مراكش في جامع الكتيبية يا جماعة بالفيديو أمام حضراتكم. بالله عليكم بالله عليكم اشتركوا لأختكم في القناة وفعلوا زر الجرس وحطوا اللايك وما تنسوش فضل الله أمرا صلوا على سيدنا النبي. الفيديو ده كان من رمضان اللي فات، بس كان صديقة كانت بعتتهولي، واسمعوا كده وشوفوا القراءة وجمالها. شوفوا الجمال والصوت العذب والفخامة، يعني بجد حاجة مريحة للقلب. كان مشهد مريح لأنك مسلم، فأثر في ناس كتير، وأثر في غير المسلمين. انتوا متخيلين الجمال ده في صلاة التراويح في مراكش، في أجمل مكان في مراكش في جامع الكتيبية؟ بجد ده كان في قلب مراكش. فتخيلوا كده السياح واقفين يسمعوا الفيديو ده، والفيديو دوت خلاهم معظم يأسلم. انتوا متخيلين ناس أجانب بييجوا يأسلموا بسبب اللي بيشوفوه في المغرب؟ ايه المحبة والجمال والروعة ديت؟ يعني انا مش قادرة، لساني عاجز عن الوصف. ده مش استثناء، ده مش معمول عشان مراكش ولا سياح ولا الكلام ده، دي حاجة حقيقية، دي يعني حاجة جميلة جميلة. انتوا بتشوفوا على طبيعي الناس بتصلي في كل جامع وصوت جميل، ولكن المميز والجميل في المغرب ان هناك سيطرة على المساجد. مش كل جامع يعمل زاوية ويصلي فيها ويبقى الناس وراه، لا مش اي مسجد. انتوا شفتوا بعينكم، شفتوا الترتيب، واللي بيصلي هناك بيبقى فقيه وحافظ القرآن، بسم الله ما شاء الله. يعني في هناك انضباط كبير، وذلك انت تلقى الجمال ودي يعني حاجة روعة، والدين هناك كما ينبغي. وبصراحة السياح هناك يقول لك أنا ما شفتش كده في أي بلد. إحنا رحنا دول مسلمين كتير وبلاد كتير ما شفناش كده. يعني إحنا فخورين قوي قوي بيكم يا مغاربة بصراحة. يعني دي المغرب. اسمعوا بقى القراءة المغربية وشوفوا الإمام المغربي وهو بيرتل القرآن بطريقة عذبة. حاجة جميلة وحاجة لها طعم وحاجة ليها رونق وحاجة جميلة تلمس صميم القلب. ناس هناك حقيقية بالفعل يا جماعة. يعني بسم الله ما شاء الله، الآثار الموجودة هناك دي بتاع آبائهم وأجدادهم. انتوا متخيلين لهم أصل ولهم تاريخ. يعني بسم الله ما شاء الله. يعني مثلا لو تروح أسبانيا تشوف هناك حضارات، وبتسمع لغة الأندلس وبتشوف مش عارفة ايه. لا، قال لك مثلا احنا بنلاقي في الأندلس الحجارة والآثار، ولكن تعالى بقى المغرب بتشوف يعني هناك حاجات غريبة. عايشين أساسا في قلب الآثار، هم الآثار بجد. يعني أكل مراكش، لبس مراكش، ناس مراكش، هم مراكش. يعني جدودهم اللي بنوا ده، يعني جامع الكتيبية ده جدودهم اللي بنوه، دي حقيقة. ولذلك يعني أي شيء يمس القلب بيكون حقيقي، لأنه مش منفصل. يعني ده مش حاجة وخلاص. وبعدين تروح في كل مكان تلاقي روعة. تروح الريف تلاقي ناس ريفية، تروح جبال تلاقي ناس جبليين، وهكذا. وكذلك أمازيغ الشمال تلاقي مزيغيين، بس عاداتهم وتقاليدهم بترتبط بالمكان اللي هم فيه. فاهميني؟ يعني دي بيئتهم ودي أصولهم ومرتبطة بحياتهم. يعني غير الطبيعة طبعا اللي عندهم وحاجات فوق الروعة. والدين الإسلامي هناك على حق، وعادات وتقاليد هم متربيين عليها ومحافظين على تراثهم جدا. ما بيغيروش ابدا تقاليدهم ولا طبيعتهم. كلما ذهبت كلما ذهبت لمكان في المغرب تلاقي في ناس حقيقية بجد يا جماعة، وعادات وتقاليد ما بتتغيرش. يعني بسم الله ما شاء الله عندهم كل حاجة جميلة وكل حاجة روعة. انتم بتتكلموا يعني في حضارة
ورقي ناس بتتعامل بمنتهى السمو، فتشوفوا مناظر مبهجة والناس والسياح واقفين يتفرجوا، وتشوفوا كمية الروعة وكمية الجمال ده. والله العظيم بجد حاجة فوق الخيال والوصف. حاجة ما تتحكيش، يعني حاجة تمس القلب واللسان يعجز عن وصفها. انتوا يعني حضراتكم متخيلين اما السياح يسمعوا الكلام ده وبعضهم يأسلم؟ وقفوا يتفرجوا وعجبهم، لو ما كانش عجبهم كانوا مشيوا. يعني انتوا شفتوا الامريكان واقفين والسياح واقفين عاملين مذهولين، في حالة ذهول وفي حالة انبهار. انتوا متخيلين؟ مستمعين استماع جيد جدا، رغم انهم مش مسلمين، بس عندهم استماع جيد جدا اللي بيتقال. طبعا ده كلام ربنا عز وجل، ولكن الكلام نفسه بمنتهى العذوبة، الكلام بمنتهى العذوبة. شفتوا المغرب وصلت لحد فين؟ العالم كله بيفتخر، العالم كله بيتكلم ويتحدث عن المملكة المغربية الشريفة، إنها التراث والعراقة والأصالة، إنها الفخر بجد. يعني الناس كلها دلوقتي بقت تتكلم عن المغرب بطريقة جميلة، الواحد يفتخر إن هو بيتحدث عن تلك البلد الجميلة العظيمة اللي شرفته في كل مكان، وبقى يرفع راسه ويقول فعلا فعلا أنا بتكلم عن أجمل بلد في العالم. وغير كده وكده البلد اللي بقت محبوبة ما بين الناس، وبقت أكثر الدول طبعا في جميع التقدمات والانتصارات في كل المجالات. يا جماعة والله العظيم بجد أنا بفتخر بالمملكة المغربية وبالمنظر المبهج الفظيع العظيم اللي أنا شفته، والجمال الرائع والصوت الملائكي اللي كان الشيخ بيرتل به القرآن الكريم في صلاة التراويح. وطبعا أنا مبسوطة جدا جدا باللي أنا شفته واللي أنا سمعته، وحبيت أوصل ده لحضراتكم علشان تعرفوا قد إيه المملكة المغربية في قمة الجمال وفي قمة الحضارة، قد إيه المملكة المغربية فخر العرب والعالم. ويا ريت كل اللي ما يعرفش من هي المغرب يتابع هذا الفيديو، ويا ريت كل اللي بيحاول يسوق من المغرب أحب أقول له راجع حساباتك وراجع قراراتك، وشوف المغرب على اصولها، وشوف حقيقه المغرب. شوف الناس قد ايه متجمعه حول اداء صلاه التراويح، لغير المسلمين واقفين مذهولين، يعني واقفين في حاله انبهار، في حاله يعني ذهول من الصوت العذب اللي مس قلوبهم. بجد بجد يا جماعه تحيه كبيره للمملكه المغربيه اللي الواحد فعلا بقى يفتخر بيها في كل مكان. تابعوا الفيديو اخواتي النهايه عشان تعرفوا بقيه التفاصيل. اتمنى من حضراتكم الاشتراك في قناه الجرس، بالله عليكم ما تنسوش فولو الامر، حطوا لاختكم اللايك. صلاه على سيدنا النبي.